الفيديو اللي فات قلنا ان كل مرحلة في الولادة بيبقى ليها طريقة تنفس مختلفة علشان تحققي هدف مختلف، وشرحنا في الفيديو طريقة التنفس وقت الانقباضات في مرحلة المخاض الأولى وطريقة التنفس كمان بين الانقباضات. ومن ساعة ما الفيديو نزل والتعليقات والرسائل كلها بتطالب بنزول الجزء الثاني من الفيديو اللي هنشرح فيه إن شاء الله طريقة التنفس أثناء مرحلة الدفع. جاهزين؟ يلا بينا. دلوقتي انت دخلتي خلاص في مرحلة الدفع وحاسة برغبة في دفع راس البيبي، ودي بتبقى أهم وأقصر مرحلة في الولادة. مهم انك تبقي عارفة هتدفعي ازاي علشان تحافظي على منطقة العجان من التمزقات لو دفعتي جامد مرة واحدة. طيب هتدفعي ازاي اثناء وجود الانقباضة؟ في 3 طرق ممكن تدفعي بيهم. اول طريقة وهي زي الطريقة اللي فاتت، بس هتاخدي اكبر نفس تقدري عليه وتطلعيه مع صوت وانت بتضغطي لتحت جامد زي الصوت اللي هنسمعه دلوقتي. تاني طريقة وهي انك تاخدي شهيق جامد برضو مع بداية الطلقة وتطلعيه على دفعات وانت بتدفعي لتحت جامد زي كده. الطريقة دي هتساعد ان راس البيبي تخرج بالتدريج وتدي فرصة للعضلات انها تتمدد بالتدريج من غير ما يحصل لها تمزق شديد لو دفعتي مرة واحدة. تالت طريقة وهي طريقة الكحة، ودي طريقة في ناس كتير بيعملوها، وهي انك تاخدي نفس عميق مع بداية الطلقة وتكحي وانتي بتزقي لتحت جامد، هتحسي بضغط تحت عند فتحة الولادة زي كده وانتي بتزقي لتحت. الطرق دي كلها بتساعد الراس انها تخرج واحدة واحدة وتدي فرصة للعضلات والجلد انهم يتمددوا وما يتقطعوش لو ضغطتي مرة واحدة. ابعدي تماما عن حبس النفس لمدة طويلة وانك تدفعي جامد وانتي كاتمة نفسك بالطريقة اللي بنسميها بيربل بوشنج، ودي مش افضل طريقة انك تدفعي بيها لانها بتزود الضغط على عضلات قاع الحوض فبتزود التمزقات وممكن ينزل لك بواسير، او بعض الامهات بيحصل لهم فرقعة في شعيرات الدموية اللي في العين، فابعدي خالص عنها افضل. التنفس الصح مش بس بيقلل الألم، ده كمان بيخلي الولادة اسهل وبيحميكي من التمزقات فتعافيكي بعد الولادة بيكون اسرع. لو حابة تتعلمي اكتر عن الولادة الطبيعية والدفع الصحيح وتقنيات الاسترخاء اثناء الولادة، تابعي الصفحة واحجزي مكانك في كورس أمومة بلا قلق. رابط التسجيل في البايو، هسيبه لكم كمان في الكومنتات. وخليكي دايما فاكرة ان الام الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.